لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. بدأت في الصين جائحة وكلغز محير اجتاحت العالم وأحدثت حالة من الهلع والذعر. جائحة كورونا العالمية دخلت الجزائر ومست كافة نشاطاتها وقطاعاتها. من هنا بدأت حكاية كورونا. من ولاية البليدة ستكون نقطة بداية حصادنا حول سنة كورونا وأبرز القطاعات التي تضررت بفعل هذه الجائحة العالمية. كان الظهور المفاجئ لفيروس كورونا المستجد بالجزائر وبداية انتشاره الرهيب في ولاية البليدة بالضبط كانت صدمة لفتت انتباه الجزائريين، خاصة بعد سماعهم قبل انجرس إنذار الصينيين. فلم يكن بمقدور العالم استيعاب ما حدث في رمشة عين. كمرحلة أولية احترازية بدأت عملية عزل ولاية البليدة من طرف السلطات الجزائرية وتنفيذ إجراءات الحجر الصحي كأولى الدفاعات ضد هذه الفيروسات التاجية. إلا أن سرعة انتشار هذا العدو كانت مخيفة وبسرعة قياسية، فلم يمكث في مدينة الورود فقط بل اجتاح بعدها معظم الولايات الجزائرية. المنظومة الصحية كانت في الخط الأول لمحاربة هذا الطارئ والحد من انتشاره الرهيب، حيث أخذت الإصابات تضرب دون تمييز والوفيات تسجل وتتزايد يوما بعد يوم. واجبنا المهني قادنا إلى أحد المستشفيات بولاية تبازا للوقوف عن كثب على حالة المرضى ومجهودات جنود الخفاء هناك. منذ ظهور فيروس كورونا المستجد تغيرت أجواء المصالح الطبية في مختلف المستشفيات الجزائرية، وها نحن كطاقم لقناة البلاد تنقلنا إلى مستشفى الشهيد تيكزيت عبد القادر بتيبازا وبالضبط بمصلحة الكوفيد لإطلاعكم مشاهدينا الكرام عن قرب وكثب حالة الجميع هنا من أطباء، أعوان أمن، ممرضين، وخاصة المرضى المصابين بكورونا. لكل هذا وأكثر مشاهدينا الكرام تفضلوا وتابعونا. البداية كانت بالمباشرين لاستقبال المصابين بكورونا وتوجيههم عون أمن المستشفى. ورانا نستقبلوا فيهم احسن استقبال، نوجهوهم ورانا ننصحوا مرافقين المرضى. وعندي ميساج نحب نوصله للمرافق المريض. مرافق المريض كي يجيب المريض ما تجيش لا فامي تاعو كاع، وكي يجيبوا له صوالح يجيبوا منه في جوطاب والحوايج ما يعاودوش يدوهم للدار باش ما يديش المرض للدار. حضروا معاهم بالبعيد، التزام بالكمامه، المعقم. ودعنا بزاف اصدقاء، جيران، زملاء في الميدان. عندنا مشاهد ماشي مشهد، عندنا مشاهد ماشي مشهد. اب صديقي مات هنا في الكونسلطاسيون، مات هنا قبل ما يدير كونسلطاسيون مات. توغلنا أكثر داخل المؤسسة الاستشفائية لمعاينة حالة مرضى كوفيد-19 ومعاناتهم وكيفية التكفل بهم. شهادات حية من مصلحة الكوفيد وبالضبط من غرف الإنعاش. خرجت ما قدرتش نطلع، في الشلال طحت. داروا لي الاكسجين، داروا لي لي جداد، داروا لي التشكيك، قاموا بيا. هنايا لازم تسمعوا واش نقول لكم على وجه ربي، تسمعوا، خاطر حنا نتكلموا الحق. اللي ما يتكلمش الحق بلاصتو في النار. ديروا تصويره بروميير باج منا هاد الزعامه تاع الجزائر اللي جابوا الجزائر، وهاد الزعامه لي بيلي تاع الجزائر تاع الجيري اللي راهم يكافحوا في الهم وما راهمش يخدموا
الطباء والفرمليه كاع ما راهمش يخدموا على جال الدراهم، خاطر يخدموا 16 ساعه. ما تقولوش ما كانش المرض، ديروا الكمامه وروحوا ديروا لي زاناليز قبل ما يوصلكم المرض. روحوا يا الجزائريين، ما توليوش غافلين تقولوا ما بقاش منها، يكذبوا. شوفوا التلفزيون تاعكم واش تقول صح. كنا مضرارين بزاف، كنا مضرارين. ضرب ايام في الناظور، ضرب ايام في الناظور وجيبوني هنايا. انا ضارب 13 يوم هنا، والحمد لله اليوم. يا ناس ديروا البافي تاعكم، استحفظوا على روحتكم، تدوا المرض لما عليكم وكاع، تدوا خاوتكم. يا ناس ما كنت تسمعوا فيا، ديروا البافي تاعكم ما تلعبوش. هذا مرض خطير، كلاتني الحمى البارده بزاف، كلاتني الحمى البارده ما فقتلهاش كلي. ودير الدوار تاع الطبيب، طاني تشكك وندير تشكك وكاع، ويا ما كان والو. الله يبارك يا خويا، كي الطباء كي الفرمليين حتى العساس كاع، الله يبارك يا خويا. نلقى الدنيا الحق والله حاجه ما خصتنا. هذا هو الموضوع. الحمد لله، يعطيكم الصحة والله يسترهم إن شاء الله كاع الناس. يا ربي يديروا البافي تاعكم ما تلعبوش. هذا الموضوع. في الاول ما كناش نستنى حتى النهار الاول كامل. جانا مريض واحد من بلديه دواوده، جانا مريض واحد كان في اسبانيا، جانا لهنا لتيبازا، جا عندنا شدوه لهنا، شدوه في تيبازا كمشتبه، داروا له تيست، خرج السيد بوزيتيف. احنا بصح ما كناش نستناو فيها، كناش نسمعوا بها غير في التلفزيون، ما كانش عندنا اي فكره على شنو هو هذا المرض. كنا خويا العزيز ندخلوا ندعيو، ما على بالكش وراك رايح. الايامات الاولى كنا نروحوا لديارنا، ما على بالناش واش راح يصرى. شغل هذا عنده العدوى تكون كبيره بزاف، عندك بالك واحد عنده يمه مريضه، بالك شغل دائما راك خايف. الاولى خايف، ثانيا تخاف ما تمدلوش حقه المريض، ثالثا تكون رايح لداركم، شغل ما تقدرش تلاقى بداركم، دائما عندك اون ديستونس سيكوريتي بين يماك، ما تقدرش تسلم على يماك. فوتنا 2 عياد ما قدرناش نسلموا على المريضه. شغل العيد ما تقدرش تسلم على يماك، ما بيك انت تكون انت سبه وتعدي يماك وتتقدم، انت تكون تعدي يماك وتشوف فيها انسان انت زايد له كامل الاكسجين، يقول لك مش قادر نتنفس، ما تقدر دير له والو، انت كممرض ما تقدر دير له والو. هذه مسؤوليه، مش مسؤوليه فرديه، هذه مسؤوليه جماعيه، مسؤوليه تاع انسان كي يدخل للدار لازم يكون مسؤول اولا بالوعي تاعو، مسؤول على صحته، لكن لان جسدك عليك حق. هذه ربي سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم قالوا هنا، ماشي احنا، ربي سبحانه يحاسبك على الجسد تاعك. هاي انت تكون سبه في تعدي انسان واحد اخر، هذا قتل. جائحة كورونا احنا بدينا ديجا كنا نشوفها في التلفاز، واش كانت في الدول الأوروبية ولا في دولة الصين، كنا نستناو باللي راح تلحقنا، بصح ما على بالناش كيفاش تلحقنا، سيرتو مرض جديد ما على بالناش كيفاش يداوى. حنا بدينا وجدنا رواحتنا شوية ديجا من زيارة الوزير الصحة السيد بن بوزيد، كي قام بزياره المستشفى تاعنا باش يديروا كمستشفى مرجعي لمحاربه فيروس كورونا، حاجه جديده ما نعرفوهاش. كنا نستمعوا برك طريقه العدوى هي عبر التنفس، وشنو كما كانت الدول الاوروبيه تقول لك باللي شحال يريح في الحطب، شحال يريح في الزجاج، ما كاش اللي على باله الى حد الساعه. حنا بدينا وجدنا رواحتنا شويه ديجا من زياره الوزير الصحه السيد بن بوزيد، كي قام بزياره المستشفى تاعنا باش يديروا كمستشفى مرجعي لمحاربه فيروس كورونا. ثاني كاين جمعيات بزاف عاونونا، جمعيات خيريه كما نقولوا، كاين شركات جابوا لنا كما نقولوا لي موان دو بروتيكسيون، كانوا يجيو يديروا لنا ديزانفيكسيون لهنا في لي زوبيطو، يعني نشكرهم. ما حسيناش بلي كنا وحدنا. حنا المشكل اللي بقى اللي عانينا شويه تاع تهور الشباب، سيرتو الشباب برا ما يديروش لي موان دو بروتيكسيون. رجال ونساء قد لا يبالي بهم أحد، هم أيضا في الصفوف الأولى لمجابهة هذا الوباء. إنهم
عمال النظافة بالمستشفيات. احنا عمال النظافة كنا في الريسك، نخافوا على روحنا. على بالك عندنا دراري، عندنا فاميليا، نروحوا عندهم يجوا عندنا، ومن بعد حبسنا كلش دوكا. والحمد لله رانا خدامين هنا، هم يعطونا اللوازم باش نحموا روحنا. ندير لي كو تاعي، لي بافيت، كل حاجه. ندخل ندي معايا جافيل صانيبو باش نمسح الغبار، ندي كلش وندخل. ديجا الدوزان تاع الكوفيد نخلوهم لداخل، ممنوع علينا نخرجوهم برا، ونبداو بالشومبرا تاع المالاد نمسحوا الغبار. لا والله غير كاع يشكرونا، ندخلوا نقصروا معاهم ونديروا لهم شويه الكوراج وندعوا لهم بالشفاء، والحمد لله والله غير نتعاملوا معاهم نورمال. بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تغيرت مشاهد دور العبادة والمساجد بعد إغلاقها ودعوتنا إلى الصلاة في المنازل. صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، هكذا ردد المؤذنون في مرتين، فكانت الدهشة والحسرة حالة الجزائريين. مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء سنستعرض لكم بعض هذه المشاهد والصور. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الألفاظ المحزنة المبكية، الصلاة في بيوتكم، تلك الجملة التي فعلت ما فعلت في قلوب وأحاسيس الناس، فأبكت وأحزنت وأهمت وأغمت. ثم كما وعد الله بالفرج بعد كل عسر وبالفتح بعد كل شدة، كان لابد أن نزور في حصادنا دور العبادة. فمع استمرار الأزمة الوبائية في الجزائر وتضاعف نشاط فيروس كوفيد-19 جاء قرار صادم من قبل السلطات الجزائرية بغلق المساجد أمام المصلين، وهو ما خلق صدمة وحسرة لدى الكثيرين. رجع الوباء، تغيرت الامور، تولي تصلي في الدار، سورتو المساجد كانت حاجه من الاساس. كي نحب نحس بالراحه نروح للجامع نريح، نقرا قران جوج ساعه زوج سوايع في الجامع. دوكا ما تقدرش يا اخي، ما تقدرش تروح تصلي، ديجا تباعد اول حاجه. تفضل الشيخ. الأئمة استقبلوا قرار غلق المساجد كما يستقبلون المصائب العظام، فاسترجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قرار غلق المساجد بالنسبة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية خاصة في المساجد بمختلف رتبهم، المؤذن والقيم ومعلم القرآن وحتى المفتش، كان قرارا مؤلما جدا بالنسبة إليهم، كان قرارا مثخنا بالآلام. لم يتوقع الأئمة أنه في يوم من الأيام سوف لا يؤمون الناس والمصلين في مساجدهم. نلقي الأذان بغير مقولة الصلاة في البيوت أو الصلاة في رحالكم. كنت نصلي نوم المؤذن فقط مدة حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر، لكن شعوري عندما رأيت
المصلين يتفاوضون ويدخلون أفواجا أفواجا إلى بيت الله زاد لي إيمانا وزاد لي اطمئنانا وزاد لي حبا للشعب الذين يريدون الدخول إلى بيت الله. رانا فرحانين، ماذا بنا المساجد تفتحوا وإن شاء الله يرفع علينا يا ربي هذا الوباء هذا. لذلك قمنا بإعلام المصلين بأنه يجب إحضار السجاد كما تلاحظون، كذلك من شروط الدخول إلى المسجد وهو وضع الكمامة. كلها هذه عبارة عن تدابير وقائية. وعودة ولاة الأمور لمجاريها إن شاء الله، وتنفتح ونلتزموا بالوقاية وتباعد. عودة ميمونة إلى بيوت الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرفع عنا هذا البلاء بهذه العودة. الصلاة هي اللي تقوي الإيمان تاعنا، شغل سورتو في هذا الفيس، في هذه الشدة وكذا. حصادنا متواصل، ووجهتنا الآن إلى محطة المسافرين بجزائر العاصمة للاطلاع على أجواء حركة التنقل هناك، وكيف عايش المسافرون وكذا السائقون هذه السنة الاستثنائية، خاصة خلال فترة التوقف الاضطراري للنقل. يعني هذه الجائحة راهي مست عدة قطاعات، ماشي غير قطاع النقل، وراهي مست لحقت أضرار كبيرة بالمواطنين، بالعمال، بالمؤسسات. خدموا لاباس بينا صح، مي جات كورونا هذه هلكنا بزاف، ما كاش مريحين، ما كاش واش نخدموا مريحين، عندنا با ترونسبور، كان ما نخدموش ترونسبور ما كاش واش ناكلوا. احنا ما عشناش مليح دوبوي الموا دو مارس افريل مي حتى الجوان باش كومونسينا الخدمه تاعنا. ما كنا نديروا والو، كنا نعاونوا المراه في الدار، تعرف نعاونوا المراه نوصلوا الميناج معهم. حبست بزاف الناس على شغالاتهم، على خدمتهم، على صوالح تاعهم بزاف ناس، كاين بزاف ناس خسرت دراهم في هذه البيريود هذه اللي جازت. تمنيات السنه الجديده ان شاء الله تتسقم الامور وتثريق البلاد. هذا واش رانا نطلبوا، انه تروح الجائحه هذه تاع كورونا. من الولايات انا وحده حبيت نديبلاسي ما قدرتش. ان شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله تتسقم الامور، ما نقعدوش نعاودوا نولوا للور. الرحلات الجوية هي الأخرى عانت بشدة من تداعيات فيروس كورونا المستجد. لا وجود للحجوزات ولا لرحلات السفر إلا لحالات استثنائية فرضتها جائحة كورونا العالمية. بالنسبة للطيران المدني عامة والخطوط الجوية خاصة هي سنة سوداء. فيروس كورونا أجبر كل شركة طيران العالم في بدايته أي في شهر مارس على إطفاء كل محركات الطيران تماما. خسائر فادحة تتمثل في ما قيمة 40 مليار دينار، أي ما يعادل 300 مليون دولار، وهو خسارة كبيرة. استئناف الرحلات كانت أيضا بقرار من السلطات العمومية والهيئة الصحية، أي يوم 6 ديسمبر كانت عودة للرحلات الداخلية. هناك العديد من المواطنين الجزائريين اللي كانوا عالقين في مختلف عواصم بلدان أوروبية. تكفلت الخطوط الجوية الجزائرية بإعادة نقلهم عبر عمليات إجلاء كانت على عبر مراحل. أجلينا أكثر من 35 ألف جزائري. Donc je vois pour l'instant beaucoup de personnes sont comme moi à l'attente d'un billet pour pouvoir rentrer. On est très content, je le remercie 1000 fois. ويحيى البلاد ان شاء الله بلادنا. الحمد لله نحمد ربي والله على كيف انا ركبت في الطياره برك الجيري، انا دموعي هبطوا، فرحت فرحه يعني اشد الفرحه. ولمعرفة ما يعانيه قطاع التجارة تقربنا من بعض التجار، وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الذي قدم لنا أرقاما مخيفة جدا لشرائح عديدة تنتمي لهذا القطاع الحساس. وكانت أيضا بالتأكيد أزمة كبيرة بالنسبة للحياة الاقتصادية. عندما أقول الحياة الاقتصادية معناها تشمل قطاع الخدمات، قطاع التجارة، قطاع الحرف. بعض المؤشرات فقط أكثر من 60 ألف تاجر وحرفي الذين قرروا تجميد نشاطاتهم
تجميد نشاطاتهم أو غلق محلاتهم نهائيا. الأمر الثاني، حتى بعض التجار وحتى بعض الحرفيين الذين استمرت نشاطاتهم رغم أنها محدودة بالتوقيت ولا بالإجراءات نتاع النقل أيضا تضرروا، حتى أن التقديرات نتاعنا تقول أكثر من 1,000,000 متعامل اقتصادي بما وخاصة منهم التجار والحرفيون وأصحاب الخدمات تضرروا ضرر مباشر. لا ننسى أيضا أن هناك عدد كبير من التجار والحرفيين الذين قلصوا من عدد العمال نتاعهم. إذا كان مقهى مثلا فيها 4 عمال 5 عمال، صاحب المقهى نظرا لهذه الظروف حتى الآن إذا باقي يخدم مع تحديد الوقت اضطروا إلى تقليص معناتها عدد العمال تاعهم. ما كاش اللي يقضي كاع، ما كاش واش تشبك الا عراس درك ما كاش. العباد اللي يسطايو برا كان عندهم دخل فردي، تسمى لو كان ما يسطايش يدخل لا جورني تاعو في هذاك النهار ما عندوش من ياكل. ولا كريز هذه سانيتير راهي قاست كاع الجزائر، صافي قاست كاع الناس وحنايا بزياده. علاه حنا بزياده؟ دروك واحد عنده محل تاع الصباط ولا تاع القش ولا ما كاش البيع يبلع راس المال تاعو راه داخل، بصح حنايا راه بلعونا للسواق والبلديه تبع فينا نخلصوا. صافي هذا ستي ان بروبليم، ما تجيبش لازم نجيب دراهم عند الناس باه نخلص البلديه، صافي لازم يلقاونا الحل، ما جمعناش دراهم. هذه مصيبه عطاها ربي، لازم كاع نتعاونوا عليها وصلوا عليها باش رب العالمين يفيد مرضى. الناس ما راهش خدامه، الناس راه تعاني خويا، كاين اللي عنده شهريه وعنده عائله فيها 5 تاع الناس ولا ما يقدرش يعيشهم. ملي بدا الفيروس هذا رانا شغل ضرينا بزاف، ملي غلقوا مارس وكاع وهكذايا ضرينا بزاف، راهم شغل يغلقوا يفتحوا تطلع المعدلات يغلقوا يهبطوا شغل ضرينا، خدمه ما كاش ماشي كيما بكري كانت الغاشي وكاع. ابرز الاضرار شغل كي قعدوا يغلقوا شغل المعدل يطلع تاع كورونا ومن بعد يهبط يطلع يغلقوا ومن بعد يهبط يعاودوا يفتحوا تعاود تولي كورونا وزادوا كونفيرمون شغل تنضر راك فاهم. والوقايه وكاع رانا الوقايه رانا الكول يدخلوا بلي بافات ويدخلوا 5 لي كليون داخل حانوت وراو النظام 100% خويا العزيز. والله غير شوف الكورونا هذه ضرتنا بزاف، سيرتو ملي بدات وهي زعما شغل فتحوا غلقوا القوانين جدد راك فاهم، والتجار اللي نضروا بزاف تاع الحوايج تاع شغل الشراء والبيع راك تعرف جينيرالمون كاع ضرينا بزاف يا خو، افتح اغلق سيرتو في هذيك تاع رمضان، ومنها خسرنا بزاف صوالح ماشي غير في السلعه، وخسرنا مام لي كليون. تعرضنا للعقوبات، كان عندنا محل في ميسوني 15 يوم غلق فوري على كل حال. ضررنا بزاف على جال الكورونا، كانوا يغلقوا بكري والتجاره بيان سور كانت تنقص، وضرنا حنا وهما والخدامين باسكو علاش كي يغلقوا بكري ما كان اللي خدمه الكوفروفو بيان سور. كي كانوا يغلقوا الحوانت التجار كنا نستعمل المواقع الاجتماعيه نشروا منهم يوصلها لك حتى باب الدار، كانت احسن تساعدنا كي يوصلوها لك حتى باب الدار. 3 شهور هذوك قاعدين في الدار خويا العزيز، قاعدين في الدار ما كاش واش دير، ما كاين حتى حاجه ديرها، خدمه ما كاش، غالقين كل حاجه، الكونفينمون على 8 على 3 مغلقوا، نشاف الباطه تاع جوفل تحط فيها الصرف تاعك، هادو قايتك لازم يلعبوا دور وما تغفلش عليهم، تغفل تغلط تخلط. والله غير هذاك واش كنا نتبعوا في لي ريزولطا اللي يحطوها كل يوم، ماتوا كدا راهم طلعوا، تشوفها هبطت تفرح بالك تقول يرفد علينا ربي هذا الوباء ان شاء الله، ونتمنى ربي ان شاء الله كل حاجه بيد ربي وان شاء الله يترفد هذا الوباء. نغير وجهتنا صوب حالة المدارس والجامعات والتي أغلقت في وجه الطلبة والتلاميذ بسبب الظروف الوبائية. قرارات حازمة عرفها قطاع التربية وتدابير وقائية عاشها ممتحن الامتحانات المفصلية البيام وشهادة البكالوريا. انقطاع دام أشهر حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا التلاميذ وجميع أفراد الفرق التربوية
والإدارية العاملة في مؤسساتنا التعليمية عبر ربوع الوطن. هذه السنة جت في ظروف استثنائية. التحضير نتاعها كان لازم التلاميذ تحضرهم نفسيا، لأن المدة هذه تاع انقطعوا فيها الدراسة، كانوا يديروا في ليكور برا في مدارس خارجية، كانت مراجعة داخل، حتى الحالة النفسية تاع التلاميذ مع حالة تاع الحجر. أنا بنتي كان شوية توفى الأب تاعها عنده 7 شهور، مأثرة وهي صغيرة شوية، يعني كنا جوزنا شوية دي مومون ديفيسيل تري ديفيسيل. بعد اجتياز أبنائنا التلاميذ امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا في ظل تدابير وقائية صحية وتنظيمية وأمنية محكمة. التوتر مع تشوف الكورونا طالعه حابطه والوفيات وهذه ان شاء الله ربي يشافينا ويجيب ربي شفاء لكاع العالم ان شاء الله. نعرف واحده اخرى اللي لازم شغل نحكوا عليها هي الشيوخ تاع ليكوريا، والله غير يعطيهم الصحه، وقفوا معنا يعني شغل او معك في الدار يا اخي، سينون لي فيديو ما خلاوناش كامل تعبوا بزاف. لا شوف شفتوا واحد الضغط على تاع هذا تاع المرض كورونا، والله ما خرجوها من الدار. تعرف مرض لينا انا مرض كي شفتوا كيفاش يتعبوا كيفاش كانوا يحفظوا، ما خرجوا ما دخلوا، جاتهم عند الاخر. وفي ميدان الفلاحة تقربنا من بعض الفلاحين للاطلاع على حالهم خلال هذه الفترة الوبائية العصيبة، فوجدنا أن حالهم لا يختلف عن حال القطاعات الأخرى. ونحن نمر بهذا الظرف العصيب لجائحة كورونا، وتسمحوا لي باسمي الشخصي باش نزيد نحيي كل أهل المهنة، ونزيد نحيي الفلاحين، ونحيي الموالين اللي كانوا هما أنا نظن عطاو الدرس خلال هذه الفترة اللي عشناها وما زلنا نعيشوها. تعبتنا الأزمة تاع كورونا شوية هكا، بصح لاباس ان شاء الله. نقولوا لاباس ان شاء الله بربي ان شاء الله تعافينا منها ان شاء الله. الله ربي ان شاء الله بربي ما يلحق العام الجديد كان بربي ان شاء الله نريحوا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. في حقيقه الامر يعني المصاعب والمشاكل في قطاع الفلاحه موجودين، كاين طموحات، كاين جهود، ولكن كاين مشاكل من حيث الدعم. يعني في السنوات السابقه كان عندنا دعم تاع 20% في انتاج في الاسمده، يعني مالوروزمون العام هذا راه ما كاش. العام هذا نحاولنا في اليد العامله غاليه. مجال السياحة لم يسلم من أضرار الجائحة، حيث تعرض لخسائر مادية كبيرة. وإذا قلنا القطاع فلا بد أن نذكر فروعه، فأصحاب الفنادق والوكالات السياحية كادت تفلس جراء التوقف الاضطراري. يعني بالأخص يعني في العام هذا تاع 2020 من بداية مارس وبداية المرض هذا تاع كوفيد 19، يعني بالنسبة في قطاع السياحة رانا نضرينا بزاف. يعني قبل للسواح من الأجانب، يعني من الأجانب أو المحليين أصحاب الفنادق على ولاية الصيف اللي هنايا، رانا جبا تاع الوباء هذه كوفيد 19 رانا نضرينا بزاف. نتمناو إن شاء الله في عام 2021 تكون إن شاء الله سنة ممتازة إن شاء الله، وربي يجيب الخير إن شاء الله، وربي يعوضنا. أثر على المجال السياحي يعني بصفة خاصة في من ناحية الاقتصاد،
جائحة الكورونا يعني كي دخلت أثرت علينا من ناحية تاع الطيران ولا من ناحية تاع الشغل الوكالات السياحية. كانت تخدم سياحة دوكا غلقوهم يخدموا فلاحة. سما بدل ما كاش الله غالب. كاين ناس ولات اللور ديجا قالوا لنا بالك كاين ماشي قالوا لنا احنا صحابنا نعرفوهم غلقت 220 اجونس العام هذا غير في وقت الكورونا. الناس الله غالب ما عندهاش. كاين اللي باع دوزانو باع حانوتو. ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى انه يرفعنا هذا الوباء وكذلك يعود النشاط كما كان وكذلك يعني الزوار يكونوا كما سبق. الآثار المضاعفة لفيروس كورونا طالت أيضا قطاع الثقافة، حيث ألحق هذا الوباء العالمي أضرارا مادية أربكت مع نشاط الفنانين والممثلين طيلة أشهر عديدة متتالية. إن الدراما التي يعيشها العالم وهو يواجه عدوا خفيا حتمت علينا التأقلم والمقاومة، وحتمت علينا وبخاصة مواصلة الفعل الثقافي رغم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية العميقة. On est en train d'inspirer un peu de l'art enfin. خارجة من البيوت نتلاقاو مع الأصدقاء. سورير شوية سورير عاود رجع للفنانين لأنه عاودنا تلاقينا من جديد. وإن شاء الله هذه المبادرة حتكون مبادرة خير وحقا الثقافة لازم نفتح البيبان المسارح. وإن شاء الله بربي إن شاء الله تكون بداية بعد هذا الركود هذا اللي دام شهور وكذا إن شاء الله تكون بداية موفقة والأحسن إن شاء الله. الكل ساهم في الفترة الأخيرة فترة جائحة الكورونا بعطائه بمخيلته، والثقافة كانت موجودة في الجبهات الأولى. إلى قطاع الرياضة مشاهدينا الكرام، حيث مست أزمة كورونا جميع الأنشطة الرياضية وأصابتها بشلل وغيبوبة لأشهر عديدة متتالية، مع إلغاء البطولات والمسابقات الرسمية والودية، ومن ثم عادت بعض الدوريات ومنها البطولة المحترفة الوطنية إلى أجواء التدريبات وكذلك المباريات، ولكن في ملاعب مغلقة وشبابيك خالية. في هذا الجزء مشاهدينا الكرام وفي هذه السطور سنعرض عليكم ما الذي فعلته كورونا في الأنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية. هذا ظرف استثنائي، من المفروض هذه الجمعية اللي درناها اليوم تندار في شهر فيفري ولا افريل ولا مارس. هذه هي العاده. اليوم رانا في حاله استثنائيه، وهذه الحاله الاستثنائيه تمخض عنها تاجيل الممارسه تاع كره القدم، وهذا الاستثناء نتعامل به مع الانديه. هذا امر يعني اللي رانا عايشينه ورانا نتماشاو معاه، لان نحن من الأندية والأندية منا، نتكلم على يعني الجميع. مسابقات رياضية ألغيت ودورية عالمية أوقفت، وهو ما جعلنا نقف عن قرب وكثب حول حالة قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم الجزائرية. العام قاسي، جاء عام سنة عام قاسي، ولا بريبار تاع الفرق ما بداوش كيما نقولوا احنا بكري، تلقى عنده 8 شهور هو حابس، ما بداش الفرقه بكري، ناقصين شويه فيزيكمون، اي حاجه ناقصين. موند كومبلي راه يفتقر يعني للكره، يعني المتعه، يعني انا نشوفوا فيديو لي كرون ايكيب في الموند، يعني راهم غير كيف بداو يدخلوا لي ستاد ومنا، ما احنا ثاني ماذا بينا احنا ثاني نوليو للستاد. السنه راه قنطه كبيره، قنطه مش قنطه صغيره، ما لقينا وين نروحوا اخويا، تجي ستاد بسكر، ما عندك وين تروح.
توحشنا الصطاد. انا واحد من الناس والله غير توحشت الهرج لومبيونس دي بلاسمو مخدومين هكذا ملي خلقنا. واللي ماتوا هذوك بالوباء هذا ربي يرحمهم، واللي راه مرضى ان شاء الله ربي يشفيها فيهم، واللي ما تقاسوش ان شاء الله ربي يمنحهم من هذا المرض. الفيروس هذايا كيما راك تشوف اثر على بزاف بلدان وزاد لحقنا لهنا لبلادنا. ان شاء الله نتمناو حنا يعني يكون عنده لي ليميت تاعو والناس تسمع لي كونسين هذو اللي يمدوهم دو ريستي على ميزون باش نيفيتيو يعني انتشار الوباء هذايا. كيما حنا بدونا بروغرام سبيسيال اللي نتبعوه بوندون لا بيريود هذه اللي نكونوا انستالي في الدار ما نخرجوش، وانا نتبعو فيه اون سابليك واحد يونطريني وحدو بور كاردي لا فورم تاعو اون كاو شامبيونا الفار رابي او مون نكونو بري. إلى هنا تنتهي آخر جولة لنا بعد أن طفنا بمحطات عديدة. نعتقد أنه كان واجبا علينا أن نزورها ونقف على معاناتها، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية. فيروس كورونا المستجد ألزمنا ارتداء الكمامة طيلة سنة 2020 على أمل أن نعيش سنة 2021 دون كمامات على الوجوه وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء ويمدنا بالصحة والعافية والستر، اللهم آمين.